في قرية صغيرة بعيدة عن المدينة كان في شاب اسمه حسام. حسام كان شاب مغامر، دايما بيدور على الإثارة والمغامرات. يوم من الأيام سمع عن كنز مدفون في الجبل اللي ورا القرية. الكنز ده كان معروف إنه ملعون، لكن حسام ما كانش خايف. قرر إنه يروح يدور عليه. في ليلة مظلمة جهز حسام نفسه وأخد معاه كشاف وحبل وبعض الأكل. وصل للجبل وبدأ يتسلق. كل ما يطلع لفوق كان يحس بشيء غريب في الجو. الرياح كانت تعصف والأصوات كانت غريبة، لكن حسام ما كانش مهتم، كان مركز على الكنز. بعد شوية لقى مدخل كهف صغير. قلبه كان بيدق بسرعة، لكنه دخل. الكهف كان مظلم وبارد وفيه ريحة عفنة. حسام شغل الكشاف وبدأ يمشي جوه. كل خطوة كان يحس إنه في حاجة بتراقبه، لكن هو كان مصمم يكمل. بعد شوية لقى صندوق خشبي قديم. قلبه كان بيدق من الفرحة. فتح الصندوق ولقي جواه قطع ذهبية ومجوهرات، لكن في وسط الكنز كان فيه تمثال غريب. التمثال كان شكله مرعب وعليه علامات غريبة. حسام حس بشيء غريب، لكن طمعه كان أكبر من خوفه. أخد التمثال معاه وخرج من الكهف. لما رجع القرية بدأ يحس بحاجات غريبة بتحصل. أول حاجة جاله كوابيس كل ليلة، كان يشوف أشباح وناس ميتة. بعد كده بدأ يحس إنه في حد بيتبعه. كل ما يخرج من بيته كان يحس بعيون بتراقبه. الأحداث بدأت تتصاعد. حسام بدأ يلاقي حاجات غريبة في بيته. الأكل كان بيختفي والأصوات كانت بتزيد. في يوم قرر إنه يرجع الكهف ويعيد التمثال، لكن لما وصل لقى الكهف مغلق. حاول يفتح لكن ما قدرش. في الليلة دي الكوابيس زادت. حسام شاف نفسه في الكهف محاصر بالأشباح. كانوا بيقولوله إنه أخد حاجة مش بتاعته. حسام كان بيصرخ لكن محدش سمعه. في النهاية حسام اختفى. بعد كده القرية بدأت تتناقل حكاية حسام. الكنز الملعون بقى حديث الناس، والناس بقت تخاف تروح الجبل. وفي ليلة من الليالي واحد من أهل القرية قرر إنه يروح يدور على الكنز، لكن لما وصل سمع صوت حسام بيصرخ من الكهف. الصوت كان بيقول: ارجعوا، الكنز ملعون. ومن ساعتها محدش قدر يلمس الجبل، والكنز الملعون بقى في الكهف محروس بالأشباح، مستني حد تاني يجي ويقع في الفخ.